اهلا بيكو في بيج نيوز بيج موفز. النهارده 24 ابريل هنتكلم معاكم على 4 اخبار، بس واحد فيهم ليه علاقه بالبورصه في امريكا مش البورصه هنا. اول خبر هنتكلم عليه ليه علاقه طيب انا هكمل انا من هنا بقى، يمكن النور يفضل معانا بقى. ياسين كان بيحاول يقول لكم ان اول خبر ليه علاقه بانتاج الغاز وازاي ده بيأثر على الكهرباء. تاني خبر معانا هو ان في كلام ان شركات الادويه هترفع اسعارها. تالت خبر ليه علاقه بصفقه استثماريه جديده في مصر. هي كلمه صفقه دي مش بتفكركم بحاجه؟ بعد كده هنبص بصه سريعه على دوري الاصول، وهنتكلم برضو على لعيب كبير قوي فيه من اكبر اللعيبه اللي في مجال الاي اي. ومش بس كده، هنتكلم برضو على كام شركه كبيره في بورصه امريكا. وبعد كده زي ما احنا متعودين خبراء رامبل هيكلمونا على اللي بيحصل في السوق وايه توقعاتهم. ماشي، هو بعد ما رمضان خلص الحكومه اعلنت ان الكهرباء هترجع تقطع تاني بعد العيد، ده كان عشان يقللوا تاني من الاستهلاك. طيب هو احنا ليه محتاجين نقلل الاستهلاك اصلا؟ تعالوا ناخد خطوه لورا. في 2018 مصر اكتشفت اكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، وده اسمه حقل زهر. ساعتها مصر اتحولت من مستورد لمصدر للغاز. ده معناه ان الاستهلاك بتاعنا ما كانش محتاج يقل ولا حاجه، بالعكس احنا كان عندنا بالزياده. من حوالي سنه تقريبا الانتاج بتاع مصر للغاز الطبيعي قل بنسبه كبيره قوي. لما انتاج الغاز قل، انتاج الكهرباء كمان قل. ده عشان الغاز الطبيعي هو الوقود الاساسي لتشغيل محطات الكهرباء في مصر. طب ايه الحل بقى؟ الحكومه المصريه اعلنت ان هم هيوقفوا تصدير الغاز الطبيعي من اول الشهر اللي جاي، وعايزين يبتدوا يستوردوا 3 شحنات غاز طبيعي كل شهر من اول يوليو لاكتوبر، لان كل شحنه غاز بتوفر كهرباء لمصر لمده 10 ايام، واحنا قلنا ان احنا هنستورد 3 شحنات في الشهر. في كمان 20 شركه مصريه من ضمنهم السويدي عندهم خطط استثمار باكتر من مليار دولار في انتاج الكهرباء عن طريق الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. في نظام لسه متوافق عليه اسمه بير تو بير، هيسمح للشركات دي ان هم ينتجوا ويبيعوا كهرباء لشركات خاصه تانية، يعني زي اوبر مثلا. هم بيخلوا الناس تقدر تقدم خدمه لبعض عن طريق توفير تطبيق ليهم مقابل رسوم. الحكومه وافقت ان هي تخلي شركات تبيع وتشتري كهرباء من بعض من خلال الشبكه الوطنيه مقابل الرسوم. ده ممكن يوفر على الحكومه حاجه زي ان هم ياخدوا كارد عشان يبنوا محطه جديده، وكمان دي حاجه ممكن تجذب مستثمرين اجانب ان هم يستثمروا في مجال الطاقه المتجدده في مصر. نخش بقى دلوقتي على الاسعار. ويا ترى هيجي اليوم اللي هنشوف الاسعار هتنزل فيه؟ بصوا، هو احنا مش عارفين، بس رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية قال ان الاجهزة دي ممكن تبتدي تنزل ما بين 5 وتوصل ل 30% بسبب ان الحكومة حررت سعر الصرف. بس مش هو ده الخبر بتاعنا، احنا قلنا اللي احنا هنتكلم على اشاعة ارتفاع اسعار الادوية. في اول السنة شركات الادوية كانت طلبت من الحكومة ان هي ترفع اسعار الادوية، لكن الحكومة رفضت الطلب ده عشان ما كانش فيه اي تحرك رسمي في سعر الدولار، فكده ما فيش سبب رسمي اللي هم يزودوا الاسعار. بعد كده حصل حاجتين، بقى في نقص في ادوية كتير زي الانسولين مثلا، وهامش ارباح شركات الادويه قل. في اشاعه بقى بتقول ان هيئه الدواء المصريه وافقت ان هي ترفع اسعار الادويه باكتر من 50%. طيب رغم ان الاشاعه دي بتقول ان الاسعار الادويه ممكن تغلى، هو ممكن برضه يبقى ليها تاثير ايجابي. خليني اقول لكم ازاي. اولا، الادويه بقى اللي كانت ناقصه ممكن تبقى دلوقتي متوفره تاني. ثانيا، ارباح شركات الادويه اللي في منها في البورصه زي راميدا وابيكو ممكن تزيد اكتر كمان. الحاجه الغريبه بقى ان بعد الاشاعه دي اسعار اسهم شركات الادويه ما اتحركتش. خلينا بقى نشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل لو الخبر ده اتاكد. فاكرين من كام شهر كده لما طلع كلام عن صفقه راس الحكمه؟ في اخبار جات لنا دلوقتي مؤكده ان في ناس جايه من الامارات لراس الحكمه هيلعبوا بول الترنيب وعايزين رابع. كان طلع برضو اشاعه عن صفقه تانية بس اسمها راس جميله بقى. دلوقتي الكلام ده ما بقاش اشاعه، في شركه سعوديه اسمها عجلان واخوانه قدموا عرض للحكومه المصريه ان هم يستثمروا في شرم الشيخ في ارض اسمها راس جميله. هي نفس فكره راس الحكمه بالظبط بس اصغر كتير، يعني عايزين يستثمروا $1.5 مليار في المشروع ده. المرحله الاولى من مشروع راس جميله هي ان الشركه عايزه تبني 10 فنادق، ودي اول حته من مشروع تطوير كبير قوي. فهو زي ما راس الحكمه ممكن تساهم في جذب سياح اجانب للساحل، صفقة راس جميلة ممكن تجذب سياح أجانب بس ناحية البحر الأحمر. بس هو لغاية دلوقتي الحكومة لسه بتفكر في العرض. تعالوا بقى دلوقتي نروح لدوري الأصول. لو بصينا من بعيد كده هنلاقي بس إن بيتكوين اتحرك من المركز الأخير ووصل للمركز التاسع وأخد مكانه من فيسبوك. التحرك ده مش سببه بس إن قيمة بيتكوين عليت، ولكن إن برضه قيمة فيسبوك قلت. وعلى فكرة هو مش شركة بس زي فيسبوك هي اللي قيمتها قلت، في شركات زي أمازون وأبل وإنفيديا ومايكروسوفت كلهم قلوا. وإنفيديا قلت كتير قوي، في يوم الأسبوع
اللي فات نزلت ب 10%. عشان بس تبقوا عارفين ال 10% دول قد ايه، دول 212 مليار دولار، وده تاني اكبر انخفاض في قيمه شركه في البورصه الامريكيه من بعد فيسبوك في 2022. لو بصينا بقى على الشركات اللي قالوا دول هنلاقي ان كلهم ليهم علاقه بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، بالذات انفيديا. وده هيوصلنا لاخر خبر معانا والجزء الجديد في بيج نيوز بيج موفز اللي هيغطي الاسواق العالميه. من ساعه 2022 والبورصه الامريكيه طايره، وده بسبب 7 شركات ليهم دعوه بمجال التك وخصوصا الاي اي. الذكاء الاصطناعي الفتره اللي فاتت كان هيجنن الناس لدرجه ان حد كان ممكن يقول لك ثلاجه بالاي اي، الثلاجه دي تقول لك هي جواها ايه وممكن حتى تطبخ بايه. بس لما بنقول اي اي في اسم معين بيجي على بال كل الناس وهو انفيديا. انفيديا بتنتج حاجه اسمها جي بي يوز. الجي بي يوز دول مهمين جدا في عالم الجيمنج وعالم التعدين او البيتكوين مايننج. انفيديا كمان بتصنع تشيب سيستمز او الشرائح الالكترونيه، ودول بيستخدموا في تصنيع العربيات والروبوتكس وحاجات تانية كتير قوي. فمن الاخر اي منتج ليه دعوه بالاي اي انفيديا ليه دعوه بيه. حماس الناس على الاي اي الفتره اللي فاتت طلع سهم انفيديا 790% في 17 شهر بس، وكمان طير شركات تك كتير قوي معاها. ده شبه قوي اللي حصل في بدايه الانترنت. فاكرين الدوت كوم بابل اللي حصلت في اوائل الالفينات؟ ساعتها اي شركه في دوت كوم في اسمها طارت، وفي الاخر البابل دي فرقعت وكلهم نزلوا باكتر من 90% السنه اللي بعدها، وشويه صغيرين بس من الشركات دي هم اللي قدروا يكملوا. السؤال دلوقتي بقى، يا ترى هو ده نفس اللي هيحصل مع الاي اي؟ الاسبوع اللي فات كان في شويه علامات اما اسهم انفيديا واي اس ام ال وتي اس ام سي من اكبر 3 شركات في مجال الاي اي حصل لسعر اسهمهم تصحيح كبير قوي. اي اس ام ال بتعمل اجهزه بتصنع سيمي كوندكتورز، ومن اهم عملائها تي اس ام سي وشركات تانية كتير زي انتل وسامسونج. الشركات دي بتعمل تشيبس، والتشيبس دي بيشتروها شركات زي ابل وانفيديا. فاي اس ام ال بقى ممكن تكون من اهم الموردين في مجال الاي اي كله. نتائج اعمال اي اس ام ال طلعت الاسبوع اللي فات، وعرفنا اللي هم قالوا 22% قصاد المتوقع، وكمان شفنا تي اس ام سي بتكبر بمعدل اقل. ولو جينا بصينا على اسعار الاسهم هنلاقي ان سعر سهم اي اس ام ال نزل 19% من اعلى مستوياته اللي وصل لها في مارس، وتي اس ام سي نزل برضو 20% من اعلى مستوياته اللي وصل لها في مارس. واخيرا انفيديا اللي بقالها سنتين في الطالع سعر السهم بتاعها نزل 22% من اعلى مستوياته اللي وصل ليه في مارس. واهم سؤال دلوقتي، هو ده اخر جنون الاي اي والبابل هتفرقع، ولا دي فرصه خطيره ان الناس دلوقتي تستثمر في الشركات الاي اي؟ وبقولوا لنا في الكومنتس تحت لو عايزين تشوفوا اخبار عالميه اكتر في بيج نيوز بيج موفز. اهلا بيكم في جزء تحليل الاساسي من بيج نيوز بيج موفز للاسبوع ده. معاكم عبد الخالق محمد. من اهم طبعا الحاجات اللي هنتكلم عنها الاسبوع ده هو الانخفاض الكبير اللي حصل في السوق خلال الاسبوع. فمؤشر اي جي اكس 30 انخفض تقريبا ب 12.5% على مدار الاسبوع، وده طبعا رقم كبير جدا واظن معظمنا كان ملاحظه. ولكن من اول السنه هو مرتفع لكن بمقدار 4.1% بس، طبعا مش رقم كبير. فالمؤشر اي جي اكس 30 قفل تقريبا عند 25900 نقطه في جلسه يوم الخميس 24 ابريل. ايه اسباب حاجه زي دي؟ احنا عندنا كذا ظن، يعني منهم هو بعض الاعطال الفنيه اللي كانت بتحصل في البورصه خلال الاسبوع وتخوف المستثمرين ان اسهمهم تنخفض اكتر. بمعنى المستثمر لما يبقى عنده استثمار، هو اللي احنا لاحظناه ان في مستثمرين كتير خلال الفتره دي بيحاولوا يشوفوا اي ارتفاع او اي ارتداد حتى لو صغير في البورصه. مجرد ما الارتداد ده بيحصل بيحاول يبيع اسهمه عند الارتداد ده ويخرج بيها. فبسبب ان بتحصل حركه بيع كبيره عند اي حركه ارتداد للسوق بيحصل انخفاض بعضها اكتر، وده كان سبب الفولاتيليتي العنيفه اللي احنا شفناها الاسبوع ده. اعلى رقم السوق سجله زي ما كنا بنتكلم 28600 نقطه خلال الاسبوع، واوطى رقم 25900 نقطه. ففي فولاتيليتي او في حركه عنيفه جدا في السوق خلال الاسبوع. فالمستثمرين بطبيعتهم كانوا متوترين، وطبعا طبيعي في ظروف سوق زي دي يكون المستثمر متوتر. وكمان فوق التوتر ده او اللي زود التوتر ده اكتر هو بعض الاعطال الفنيه اللي حصلت، اذا كان من ناحيه شركه مصر المقاصه بسبب انقطاع الكهرباء، او مثلا برضو كان في بعض الاعطال الفنيه الثانيه اللي موجوده ما بين السيستمز الموجوده بتاعه البورصه خلال الاسبوع. فكان في تاخير بسيط في تنفيذ بعض الاوردرات. ومن ناحيه ثانيه برضو معدلات الفايده العاليه، لان بطبيعه الحال في اي سوق ان معدلات الفايده العاليه للسندات والبونز عامه بتجذب المستثمرين انهم يستثمروا في السندات وادوات الدخل الثابت، وانهم يسحبوا فلوسهم من اسواق زي اسواق البورصه. فده برضو معدلات الفايده عندنا في مصر مرتفعه جدا طبعا حاليا، ولكن البنك المركزي بدوره قام بحاجه حلوه جدا الاسبوع ده، وهو انه كان بيرفض انه يدي اي عطاءات للسندات الحكوميه فوق ال 26%، لان كان في بعض المستثمرين اللي كانوا بيطالبوا معدلات فوق ال 30%، وطبعا ده رقم كبير جدا. وحاجه زي دي هتعمل
مشكلتين طبعا. من ناحيه سوق البورصه ممكن ينخفض في حاجه زي دي اكتر، فيكون البنك المركزي منع ده، فهو ده بيساعد في ثبات برضه سوق البورصه. ومن الناحيه الثانيه برضه عندنا ان مشكله الاموال الساخنه هي ان الاموال الساخنه دي بمجرد ما معدلات الفائده تبدا تنزل، الاموال الساخنه دي هتنسحب من مصر مره واحده، وهتؤدي لانخفاض كبير في توافر العمله. فالبنك المركزي قام بحركه حلوه جدا بدوره عشان يحافظ على استقرار العمله خلال الفتره اللي جايه. وبرده في بعض التوتر وبعض الكلام على الاصلاح، على منظومه الاصلاح الاقتصادي في مصر بعد التعويم الاخير. ففي ناس كتير برضو منهم منظمات دوليه عاوزه تعرف اذا كان ده تعويم رسمي كامل ولا مجرد تحريك لسعر الصرف. وبرضو كان هل الاموال الجديده اللي دخلت مصر دي هتساعد على استقرار الاقتصاد اكتر، وهيتم استخدامها ازاي؟ وطبعا ايه مدى سرعه ومدى يعني نقدر نقول جوده الاصلاح الاقتصادي اللي هتحصل خلال الفتره اللي جايه. طبعا دي كلها حاجات بتقلق المستثمر خلال الوقت الحالي. ولكن اللي احنا عاوزين نقوله هنا هو حاجه مهمه جدا، ان ده مش بيغير اي حاجه في التحليل الاساسي او فاندمنتالي زي ما بنقول. بمعنى ان احنا شايفين ان السوق حاليا بالعكس السوق مش غالي، اسعار الاسهم مش غاليه خالص، بالعكس في فرص كتير رخيصه جدا في الوقت الحالي، وده وقت مناسب جدا انك تبدا تصطاد الفرص دي. طبعا احد الطرق انك تبص على صائد الفرص الخاص بينا على رامبل، ده بيديك الاسعار اللي انت عندها تشتري الاسهم اثناء الانخفاض وتحقق لك عائد كبير خلال الفتره اللي جايه. وبرضه احنا بننصح جدا ببناء مراكز قويه وبشكل تدريجي خلال الفتره اللي جايه في التوصيات الاساسيه الخاصه بينا احنا، اذا كان محفظه رامبل الاساسيه او اذا كان توصياتنا الاساسيه الموجوده على الموقع. اهلا وسهلا. اول حاجه، وانا النهارده والله هجرب اعمل انا يعني قريت الكومنتس، والله النهارده هجرب والله العظيم اعمله بالعربي. يعني بحاول شويه شويه وهعرف اعمله كله بالعربي ان شاء الله قريب. فالنهارده شفنا المؤشر اي جي اكس 30 وقع اكتر من 3%. الاسبوع ده وقع اكتر من 8.5%. دي حاجه طبعا مش كويسه. احنا متوقعين طبعا، كنا متوقعين انه كان نازل بس مش بالسرعه دي. ده الويكلي تشارت، الشارت الاسبوعي، وهو كسر خط العنق بتاع راس وكتفين. تاني حاجه كسر الدعم بتاعنا اللي هو 21 موفينج افريج، اللي قلنا من تقريبا من شهر قلنا انه ده كان الدعم بتاعنا من شهر 10/22. زي ما انتم شايفين هنا، اول ما كسرناه طلعنا على طول، لمسنا هنا وهنا، وكنا بنكمل الترند بتاعنا لفوق. دلوقتي اول حاجه عايزيننا نرجع فوق ال 21 ده، اللي هو دلوقتي في المستوى 27200. ده طبعا الويكلي شارت، الشارت الاسبوعي. في اليومي احنا طبعا كسرين الخط العنق، فمفروض كده الراس وكتفين كونفيرمد، بمعنى هننزل لتحت، والبيرش سيناريو النازله ليها probability اعلى بكتير. بس هنشوف حاجتين النهارده، هنشوف سيناريو البولش برضو والبيرش، وهوريكم اكزامبل اللي حصل انه ساعات ممكن نكنسل موضوع الراس وكتفين ده خالص، ومش لازم، اصل ما فيش حاجه 100%. ساعات النزله دي بتبقى خوف، وفي رسمه راس وكتفين وكل حاجه مظبوطه للنزله، بس بنطلع تاني، وهنشوف اكزامبل كمان شويه. فالبارش سيناريو بتاعنا دلوقتي هنا، والنزله ممكن تبقى عامله ازاي. انا عملت رسمه حلوه جدا. ممكن من هنا يبقى في ارتداد من المنطقه دي، اللي هي المنطقه فين الطلعه ابتدت في شهر 1/24، زي ما انتم شايفين هنا على الشمال. هي دي المنطقه اللي هي الدعم بتاعنا. طيب الطلعه من هنا ممكن تطلع لفين؟ ل 27850. ولازم نستغل طبعا، زي ما بقول كل مره، لازم نستغل من الارتداد ده عشان نعمل شويه تريدز
في الاسهم الثانيه ناخد 5 10% 15 20% مهما كان، واول ما يوصل للمستوى ده نبيع. اوكي، احنا ازاي هو دلوقتي ده ممكن يحصل امتى؟ يوم الاحد او يوم الاثنين؟ اه، انا متوقع انه يوم الاحد او يوم الاثنين يا ننزل ل 24500، دي اقصى حاجه ممكن ننزلها ننزل فيها قبل ما نطلع تاني، او من هنا. واخدنا المستوى ال 24500 ازاي؟ خدناه بالفيبوناتشي. انا بحب الفيبوناتشي جدا جدا، وبناخد من التوب للبوتوم. وال 30000 اللي خدناه الاسبوع اللي فات خدناه من 50% من الفيبوناتشي ده، والنازله المفروض توصل لل 0.027. تاني حاجه اخدنا المستوى ده من فين؟ من ال 200 موفينج افريج. الخط الابيض ده هو ال 200 موفينج افريج، وده دعم مفروض بيبقى قوي جدا. احنا قلنا قبل كده ما فيش حاجه بتنزل خط واحد، مفيش حاجه بتنزل ستريت لاين، بيبقى فيه ارتداد وكل مره من الدعم بتاعنا، وعشان كده لازم نستغل من الارتداد ده عشان نعرف نعمل فلوس في الاسهم الثانيه. اوكي، ده البيرش سيناريو. البولش سيناريو هنشيل ده وهنشوف البولش سيناريو. البولش سيناريو كل ده ما كانش راس وكتفين، كل ده كان تراينجل. كنا بنعمل تراينجل ومن هنا تقريبا نطلع ل 27200 27300 قبل ما ننزل تاني نكسر اللو اللي عملناه النهارده او يوم الاحد، نوصل لتقريبا 24500 24900 قبل ما نكسر التراينجل ومن هنا لفوق. هل ده هيكونفيرم الطلعه بعد كده للشهور الجايه وللسنه الجايه؟ لو كسرنا تاني ال 30000 ده هيكنسل خالص موضوع الراس وكتفين. كقانون ممكن نقول انه اول ما تطلع تاني وتكسر الكتف التاني، الراس وكتفين ده تاخده وترميه في الزباله، لا مؤاخذه. فهوري لكم اكزامبل حصل فين. حصل السنه اللي فاتت في تداول السعودي، كان في راس وكتفين كبير جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي، كتف راس كتف، والناس كانت متوقعه انه احنا هننزل 60 و70%. كسر الخط العنق، نزل 5 6% زي ما عملنا دلوقتي، وبعد كده عمل دبل، حاجه اسمها دبل بوتوم. عمل الدبل بوتوم كان كله تراينجل، ومن هنا كملنا لفوق. كملنا لفوق كام؟ 30%. فده بيحصل. احنا كتريدرز لازم يعني نبقى جاهزين لاي سيناريو لفوق ولتحت، ولازم نبقى عارفين المستوى بتاعنا لفوق ولتحت ايه. اوكي، فهنبص دلوقتي على الاي جي اكس 100 وايه اللي حصل في اي جي اكس 100. الاي جي اكس 100 هو الرسمه لسه موجوده بتاعت من اسبوعين. احنا قلنا من اسبوعين في الاي جي اكس 100 كنا متوقعين انه هيكسر ال 9700 وبعد كده ينزل تاني للمنطقه بتاعتنا اللي هي ال 8500، اللي هي دعم قوي. بس برضو اقوى زون بتاعنا هو ال 8000. طبعا الاي جي اكس 100 زي ما بنقول هو ماشي ورا المؤشر 30. اهم حاجه نبص على المؤشر 30. ماشي، احنا طلعنا كنا بالنسبه للكولز بتوعنا، احنا قفلنا الكولز اول ما لمسنا ال 30000. قفلنا الثلاثه كولز اللي قدام، عملنا 15% و9% وتقريبا 1%، وبس فتحنا ثلاثه كولز تانيين في النازله. دلوقتي احنا ليه فتحنا كولز تانية؟ اصل ساعات بيبقى في اسهم تعمل احسن من المؤشر، وطبعا ده ما حصلش دلوقتي. بس لما بيبقى في confirmations في الكولز التانية احنا بنمشي ورا سيستم. السيستم ده لو ما بيبقى فيه confirmation في الاسهم التانية لازم ناخد الريسك
ونشوف احنا من دلوقتي في الارتداد ده ان شاء الله هنعرف نمانج الاوبن كولز التانية. وطلعنا كولز النهارده، طلعنا كول واحد اللي هو راميدا. اصل راميدا كان شكله كويس جدا وشكله جايب اخره لتحت، فهنعرف برضو نعمل ان شاء الله 10 15 20% في راميدا برضو. فبس احنا دلوقتي اتكلمنا على الاثنين سيناريوز. طبعا لو حد سألني هو انهي سيناريو هيحصل، انا شايف انه هو لغايه دلوقتي انا شايف انه السيناريو اللي تحت اقوى سيناريو طبعا، بس انا بجهز نفسي للسيناريو التاني برضو. شكرا جدا واجازه سعيده لكل حد، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.